غنبداو اول حاجه غنديروها هي البيض ديالنا. غنديرو معاه السكر سنيده 200 غرام، وغنضيفو عليه ساشي ديال الفاني. بالامكان انكم تعوضوا ساشي ديال الفاني بقشر الحامض اولا البرتقال اولا اي حاجه كتفضلوها. وغنعادلو المذاق بقبيصه ديال الملحه كيف العاده، وغنطلعوا هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان. غنطلعوهم الدوبل باش تصدق لينا الجينواز ديالنا. خصكم تحصلوا على هذا القوام. دابا غنبقاو نضيفوا الطحين بشويه بشويه، وحنا كنحركوه على نار مهيله. وغنضيفوا بيكين باودر كما كتشوفوا معايا غير 8 الغرامات، وغنبداو نحركوا غير بشويه وحنا كندخلوا داك الطحين فيها. هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما خلطنا الجينواز ديالنا، هانتوما مابقاش فيه كاع الطحين. دابا غنجيبوا واحد لاطه ديال الفران باش نقادوه فيها. الفران انا راني شعلته من الفوق ومن التحت، ضروري لهذا الجينواز خص تكون العافيه مشعوله من الفوق ومن التحت، وما كتاخذش معكم اكثر من 12 دقيقه باش طيب. دابا غنحاولوا اننا نخويو عفوا كما كتشوفوا في اللاطه من بعد ما سرحنا فيها البابي ديال الفران. كما قلت لكم انا الفران راه ندير شاعل. غنحاول انني نسرح العجينه ديالي. دابا غندخلوها الفران على نار مهيله من الفوق ومن التحت، وغنرجعوا نتلاقاو من بعد ما خرجت الجينواز ديالي. كما كتشوفوا كي كتجي انا راه باقي سخونه، غنحركها غير على مهل. هي نورمال خصكم تخدموها سخونه باش تشدوا ليها الريتم كما كتشوفوا.
غير بالمهل. راه ما خصكمش تخليوها طيب بزاف. غتبقاو هكا حتى تشد الشكل ديال الرولي. انا راه غير خرجتها من الفران بديت كنرولي فيها باش تشد ليا ديك لا فورم. باش ندير ليها الحشوه ما تهرسش ليا. كتبقاو تروليو فيها هكا حيت هي الا طابت حتى تحمرات غتبقاو غير كتروليو فيها وهي كتهرس. عليها كنقول لكم راه ما خصهاش تطيب اكثر من الخياس، يعني عندكم 10 دقائق الماكسيموم ديالها. هانتوما كما كتشوفوا انا راه ما تهرستش ليا كاع. دابا غنشدها هكا غنزيرها هذا الرولي هكا. غنجيب واحد الكاريط اخر نجيب كاريط كبير عفوا باش نسرحو عليها وندخلها للثلاجه تبرد. عاد غندير لها زين ديال الشكل النهائي. كما كتشوفوا ها هي دابا راها سخونه. انا دابا هذا وغنسرحها هنايا غير بشويه باش ما تهرس لياش. كما كتشوفوا راها باقي سخونه. انا راه الحشوه ديالها راه غندير لها غير عفوا كسميتو الكونفيتير. نتوما بالامكان ديروا اي حاجه. كما كتشوفوا راها سخونه، راها سخونه سخونه. نتوما بالامكان ديروا اي حاجه كتفضلوها. تقدر ديروا لا كريم باتيسير، تقدر ديروا نوتيلا، تقدر ديروا اي حاجه، لوطوس، الفول السوداني، المهم اي حاجه نتوما كتعجبكم. انا في هذه الساعه متوفر عندي غير الكونفيتير ونيت الدراري كيعجبهم ما كيجيهمش مجهد. فاش غتكملوا من الحشو ديالها غترجعوا تروليوها وتدخلوها للثلاجه على الاقل نص ساعه تمشي لها ديك السخانه ديالها، وفي نفس الوقت تشد لافورم. عاد تزينوها بالشكل النهائي. الشكل النهائي التزيين راه كيبقى اختياري كيف العاده. باش ما بغيتو تزينوها انا غنزينها غير بالكوك وشويه عاوتاني ديال المربى ديال الفراوله. نتوما تقدر الامكان ديروا لها لوز ايفيلي، ديروا لوز لونكاسي، يعني اي حاجه بغيتوها. ديما التزيين والحشو راه كيبقى اختيار ديالكم. هانتوما كما كتشوفوا راه كتصدق، يعني راه ما كتاخذش لكم وقت بزاف وكتصدق دغيا في الخدمه ديالها وما كتضيعش لكم. وحتى في المذاق هانتوما جربوها وردوا عليا الخبر. حتى في المذاق راه كيجي المذاق ديالها عفوا رائع جدا. شويه هكا. انا عاوتاني هنا غنرجع نروليها. دابا غنروليها على الشكل النهائي ديالها. اما دوك الاطراف اللي كتلقاوهم مثلا في الجناب قاصحين هادوك حتى للاخير بالامكان انكم تقدوهم بالموس وتقطعوهم. كما كتشوفوا انا كنحاول. انا عندي هاد الجنب جاني ناشف شويه كما قلت لكم. هذا هو المشكل ديالها، انكم الا خليتوها نشفات اكثر من القياس كتعذبكم في الرولي. هانتوما هاد الخط انا كان عندي قاصح. انا دابا ها هي ترولات
حيت سخونه. انا غنزيرها بحال هكا وغنخليها ترتاح شويه كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. حاولوا انكم تزيروا عليها، تخليوها ترتاح وتدخلوها للثلاجه شي ربع ساعه، وعاد غنرجعوا للشكل. من بعد ما خليت الكويك رولي ديالي برد شويه في الثلاجه، هانتوما كما كتشوفوا راه برد تماما. دابا انا غنحاول انني نقادو مزيان. غنجيب الكونفيتور اللي قلت لكم، كما قلت لكم تزيين اختياري. نتوما بالامكان انكم تزينوه باي حاجه نتوما كتعجبكم. راه كاين بزاف دابا ديال لي شوا. هانتوما كما كتشوفوا معايا انا غنزينو غير بهذه الطريقه البسيطه، حيت انا درتو غير للدراري البوتي. وكاين حتى فاش كيجيو من المدرسه كما قلت لكم ما كياخذش مكونات كثيره، في نفس الوقت كيجي زوين في المذاق وبسيط جدا. غنجيب الكوك ديالي. بالامكان اللي ولاداتو كيعجبهم الشكلاط انه يديروا لهم بالشكلاط، يعني بدل ما يدير كما درت انا بالكونفيتور يديروا هو بالشكلاط. حيت كاين اللي ما كيبغيش الكونفيتور عفوا. ورا فاش كيشد الشكل ديالو بالامكان انكم تلعبوا فيه كما بغيتم، يعني ما غاديش يتهرس لكم. وانا دابا غنقادو بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. شفتوا دابا راه ما كيتهرس ما حتى حاجه، حيت كما قلت لكم الا خليتوه حتى تحمر لكم بزاف راه ما تقدروش ديروا بحال هذه الطريقه اللي كندير انا، يعني انكم تقادوه وتستفوه والاخر ما غاديش تقدروا، حيت هو دغيا غيتهرس لكم حيت غيكون ناشف. وهو كما قلت لكم هذا الكيكرولي راه ما خصوش ينشف باش يجي في المذاق ديالو هو هذاك. نتوما انا راني درتو، غنخليه عاوتاني شويه يشد راسو في الثلاجه باش هاد الكونفيتور والكوك يلصقوا عليه، وعاد غنرجع نقطعو.